قلت لك قبل كده ان اسامه ابو علي ما عادش معاك خلاص. قلت لك قبل كده ان اسامه ابو علي دماغه مش هتبقى معاك في الملعب، ودماغه مش هتبقى موجوده في الاهلي، ولا الراجل هيفكر يعمل ايه معاك، ولا هيموت نفسه في اللعب والكلام الفارغ ده. قلت لك قبل كده ان اللعيب ده خلاص لازم ان انت تشوف له بيعه، ده الموضوع خلصان معاه، وان اي محاوله لاستمراره هو عايز هو عايز يمشي اساسا، هو عايز يرحل عشان فلوس، عشان ايا يكن اللي هياخده في اي داهيه. ففي الاخر انت في بعض الناس قالت لك هيلعب ورجليه فوق رقبته والكلام الفاضي ده. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها لعيب يلعب رجليه فوق رقبته ومش هيديك اي حاجه، هيتركن على الدكه. ودي الحاجه اللي هو مش واخد باله منها، هو بيعامل معامله اللعيب المصري، ودي النوعيه اللي هو مش قادر، دي الحاجه اللي هو مش قادر يفهمها. انت يا حماده لما مش هتلعب ومش هتركز ودماغك هتبقى في الاحتراف، انت هتتركن على الدكه زيك زي اي لعيب ملوش لازمه. تمام، وهتقعد ممكن ما تخشش التشكيله اساسا، هتتبهدل على الفاضي يعني. وغالبا ده اللي هيحصل لك، لان انت مش بتتعامل لعيب اجنبي، فبالتالي انت ماسكنا من ايدينا اللي هتوجعنا. دي حاجه. الحاجه التانيه، رساله بس للكابتن الخطيب والاداره: يا جماعه احنا لازم نفكر في مهاجم اجنبي تاني، سواء هنجيب واحد فلسطيني او هنجيب مهاجم اجنبي زي مخاليق الله. سواء كده او سواء كده احنا لازم يكون معانا مهاجم جامد مع جراديشار ومع محمد شريف، بما ان احنا كده كده ايدك من وسام والارض، ده الموضوع ده خلصان. اما بالنسبه لوسام فيا ابني، جمهور الاهلي يا حبيبي ملوش لا عزيز ولا غالي. مهما جبت جوان ومهما جبت بطولات، لو اتنططت على النادي وبقيت ضد مصلحه الفرقه هتاخد فوق دماغك، والداهيه اللي جابتك ترجعك يا حماده. يلا سلام عليكم. كابتن شوبير امبارح بيوجه كلمه لمصطفى يونس وبيقول لك: كابتن مصطفى، ما تروح لو انت عندك حاجه ضد الاهلي وشايف ان في اهدار ملعام وان احنا حراميه بالبلد يعني، ممكن حضرتك تطلع على النائب العام، ما فيهوش مشكله، اي حد يقدر يقدم بلاغ في اي حد. وفي نفس الوقت الراجل برضو الكابتن شوبير قال للاداره: ما تنفعش تسكت على واحد من النوعيه دي، لان الكلام ده معناه لو ان انت سكت عليه معناه ان الراجل ده بيتكلم في حاجه صح. لو سمحتوا يا جماعه نحاول نحقق ونشوف الكلام ده، ونحاول نبلغ عن الراجل ده، واللي له حق ياخده يا جماعه. سلام عليكم. من البلطجه وقله الادب اللي الزمالك بيعمله مع نادي محترم زي بتروجيت، ومع مدرب محترم زي الكابتن سيد عيد. الراجل خلاص اصلا زهق وطلع من يعني طلع عن شعوره، واتخنق من القرف اللي بيعمله الزمالك. انت عايز تاخد اللعيب عافيه؟ انت عايز تاخد اللعيب بلطجه؟ انت عايز تاخد اللعيب ايه؟ ولما الاهلي خد منك زيزو رجعت تعيط وتزعل وتقول اصل الاهلي بيدمر ومش بيدمر وبيعمل ايه؟ يا ابني الراجل الاهلي طلب من بتروجيت الباك الشمال بتاعهم، وبتروجيت رفض والموضوع خلص وانتهينا. انت عايز تاخد حامد حمدان بالعافيه؟ انت عايز تاخد الراجل زهق، والناس وصلت لمرحله ان بتتشتم، والناس بتقول لها انتوا ضد مصلحه اللعيب وضد فلسطين ودخلوا بقى قصه وكلام فارغ، لدرجه ان الراجل نفسه طلع يعني الراجل جاضد من القرف اللي بيحصل من اللي انتوا بتعملوه. يا جماعه الكره مش عافيه، والتعاقد مع اللعيب مش بلطجه، في عقود لازم تحترمها. انت ما انتش عايز تحترم العقود، يبقى ما تطلبش من الاهلي انه يحترم عقودك انت مع لعيبتك، طالما بتقول ان الاهلي ما احترمش اللعيبه وما احترمش عقوده معاك، وده مش صح. الاهم في الليله دي كلها، طيب لو انتوا عايزين حامد حمدان زي ما انتوا بتقولوا وبتروجيت غلطانه، طب ما تخلوا بقى واحد زي حسام عبد المجيد يمشي، بدل ما انتوا قايلين هنجمده ومش هنجمده وكلام فارغ، واشاعات طالعه بتتقال ان انت الراجل ده مش هيلعب لو ما جددش وكلام فاضي، زي ما بعض الناس الزملكاويه ومن الاعلاميين بيقولوا. اللي ما تقبلوش على نفسك يا حماده ما تقبلوش على غيرك.